السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا. يا رب دايما تكونوا مبسوطين ويجعل أيامكم كلها فرحة وسعادة، آمين يا رب العالمين. يلا بينا النهاردة فيديو جديد من أيام العيد كده وأجواء العيد. هنقضي كده يومنا مع بعض. هنا كنت بوريكم كده جولة بسيطة في البيت، هو كده مرتب ونضيف من آخر مرة كده عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات من فرش البيت بالكامل. يلا بقى بينا نبدأ كده الفيديو مع بعض ونشوف احنا عملنا ايه في يومنا. هنا برضو كنت بوريكم شكل البيت، وهنا برضو المطبخ مفيش اي مواعين. فيلا نعمل كده الغدا مع بعض. هتعملي ايه بقى يا سوسو غدا؟ تعالوا هوريكم غدا حلوة قوي قوي. نبدأها كده مع بعض. هنعمل ايه؟ هنعمل حواوشي. تمام، اول حاجة كده بدأت بيها اقطع الفلفل، يعني تقطيع كده عشوائي عشان هنقطعه بعد كده في الكبة. جبت كده هنا ايه، فلفل وبصل، وهبدأ كده اول حاجة اقطع الفلفل. الاكلة دي انا بحبها قوي يا بنات، طعمها تحفة وجربوها هتعجبكم جدا. قولولي كده يا بنات، عملتوا ايه في العيد؟ خرجتوا وتفسحتوا ولا لأ؟ ولا قضيتوا العيد في البيت؟ ولا عملتوا ايه؟ وايه اكتر الاكلات اللي عملتوها في العيد؟ فشاركوني كده في الكومنتات ونحكي مع بعض. تمام، هنا كنت بقطع برضو الفلفل زي ما قلتلكم. تمام، اخر حاجة كده هنقطعها كده مع بعض. برضو كده ايه من الفلفل، عشان بعد كده على طول هنقطع ايه البصل. تمام، خلاص كده خلصت الفلفل. يلا بينا نقطع كده البصل. تمام، اقطع برضو البصل مكعبات كده صغيرة عشان لما يتفرم في الكبة. تمام، هقشر كده ايه البصل الاول، وبعد كده هبدأ ايه ان انا اقطعه. بدأت كده ان انا اقطع البصل زي ما انتوا شايفين، اللي كده ايه شرايح كده او مكعبات صغيرة، اي تقطيع عادي. تمام، خلاص هجيب برضو بصلة تانية. انا قطعت هنا بصلتين بس. انت حابة تزودي برضو بصل مفيش مشاكل، حابة تقللي برضو زي ما انتي تحبي. خلاص كده اخر حاجة اقطعها كده. يلا بينا نحط التوابل اللي عندي: ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة، والسبع بهارات. تمام، هقلبهم كده في البصل والفلفل اللي ضربناه في الكبة. يلا بقى بينا على النار. هنا هحط شوية زيت، هسيبها شوية كده تسخن. ابدأ ان انا اسوي اللحمة على النار واديها تشويحة كده. فالطريقة دي حلوة قوي قوي يا بنات، جربوها هتعجبكم، وكمان تخلي الحواوشي طعمه تحفة. تمام كده
هحط برضو توابل تاني، نفس التوابل اللي حطيتها دلوقتي هحطها على اللحمة عشان تديها طعم كده حلو. تمام، هدي كده ايه تقليبه كده بسيطة اللحمة لحد لونها ما يتغير معايا زي ما انتوا شايفين كده. تمام، وانتي لو حابة تزودي ملح او تخففي زي ما برضو تحبي، كل واحد ايه وذوقه. هفضل كده اقلب فيهم لحد ما يتشوحوا كويس معايا. تمام، يلا بينا بقى ننزل بالبصل والفلفل اللي قطعناه كده مع بعض وضربناه في الكبة. وبرضو لو حابة ممكن تضيفي فلفل حار، بس انا ما ضفتش يعني، كل واحد على حسب ذوقه. احنا مش بنحب الحواوشي حراق، فما حطيناش فلفل خالص حراق في الحواوشي. تمام، هفضل كده اقلب شوية لحد ما البصل والفلفل يتبلوا معايا. بس يا بنات ريحتها كانت تحفة جدا جدا. خلاص كده خلصت، يلا بينا نحشي كده في السندوتشات العيش. فتحت كده ايه العيش فتحة صغيرة، وهبدأ كده ان انا احشي الحواوشي اللي احنا عملناه دلوقتي. تمام، هحشيهم كده كلهم، وبعد كده هحطهم في الزيت عشان يتحمر العيش كده ويبقى طعمه حلو. طبعا زيت كده ايه يكون سخن جدا. هو مفيش دقيقة واحدة وتقلبيه على طول على الوش التاني، ما تسيبوش ابدا ابدا. تمام، زي ما انتم شايفين اتحمر كده من جزء، على طول اقلبه على الجزء التاني. هنا خلاص كده كان اتحمر، طلعه كده واحط واحدة تانية. هنا بدأت احط الرغيف التاني. تمام، واول ما يتحمر هقلبه على الجزء التاني زي ما انتم شايفين كده. تمام، خلاص كده. تعالوا كده اوريكم ايه شكله. ده شكله كده بعد ما اتحمر ويهدى شوية. يلا كده اقطعه لكم، بس كان يمني سخن جدا جدا. جربوه كده هيعجبكم قوي قوي بالطريقة دي، طريقة جميلة وحلوة. بصوا قولوا لي كده ايه رأيكم في الحواوشي. بصوا انا كده بوريلكم كده من قريب. بصوا التحمير وشكله كده ايه يفتح النفس بصراحة. خلصنا كده الغدا، تعالوا كده نعمل حاجة حلوة مع بعض عشان كده ايه العيد، ونقعد كده مع بعض في جو عائلي كده ايه حلو. هنا عندي باكو كده من الجيلي المانجا، هحط عليه كده ايه كوباية مية سخنة، وهضيف عليه السكر. السكر على حسب الرغبة زي ما تحبي. انا هنا ضفت معلقتين سكر. تمام، برضو هنا ضفت كوباية تانية كده، الاتنين سخنين.
تمام. وهفضل اقلب كده لحد ما السكر يدوب معايا للنهاية. فهنا السكر داب. يلا بينا كده ايه، نصب شوية في الكاسات. هتعملي جيلي بس؟ لا، هنعمل جيلي كده ايه بالكنافة، بس طعمه تحفة جدا جدا. عندي كنافة كانت قاعدة من رمضان، فتعالوا كده ايه هنعمل بيها جيلي بالكنافة. طعمه حلو قوي يا بنات. طبقات كده. هصب كده ايه الكاسات كلها، وبعد كده هسيبها ان هي تجمد شوية في التلاجة. تمام. فتعالوا بينا نعمل الكنافة كده مع بعض. عندي كيس سمنة، تمام، من اللي هو الصغير، هحط كله. تمام. وبعد كده هضيف معلقتين من السكر البودر، وعلى طول بعد كده هجيب الكنافة. وكل ده يا بنات لازم يكون على نار هادية جدا، تمام، عشان ما يتلسعش معاكي. زي ما انتم شايفين هنا بحط كده الكنافة في الحلة عشان هنبدأ ايه نقلبهم كده مع بعض، السمنة مع السكر البودر. هفضل اقلب كده لحد ما يبدأ ان هو ايه يتحمر معايا زي ما انتم شايفين. طبعا مش بتسيبيه خالص، ايدك بتفضل فيه على طول. تمام. هنا بدأ يتحمر كده معايا زي ما انتم شايفين. التحمير ده كده حلو، مش هحمره عن كده. لو انت حابة تحمريه عن كده ماشي، بس انا حبيته كده، طعمه حلو والشكل كده التحمير بالنسبة لي احسن. تمام. تحمر كده بقى، غير اللون. فبعد كده هسيبه كده يبرد شوية. خلاص هنا كان الجيلي بدأ يمسك معايا. بعد كده هبدأ اخد معلقتين من الكنافة واحطها على الجيلي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدأ احط طبقة من الكريم الشانتيه على الكنافة. ميكس كده حلو مع بعض. خلاص كده. يلا بقى بينا نحط طبقة فاكهة، الفاكهة اللي تحبيها واللي موجود عندك. انا كان عندي تفاح قطعته كده، قطعته صغير، وبدأت احطه على الكريم الشانتيه اللي احنا لسه حاطينه ايه مع بعض زي ما انتوا كده شايفين. تمام. يلا بقى بينا هنصب كده طبقة تانية من الجيلي على الوش. تمام. وبعد كده هسيبها ايه في التلاجة كده ايه تجمد. وده كان شكلها زي ما انتوا شايفين كده، تحفة جدا وطعمها عسل. جربوها يا بنات هتعجبكم. هنا بقى حطيت ضيافة كده للعيد بسيطة، وده كان يومي البسيط من أيام العيد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. مع ألف سلامة.